يعني احنا تعرف ان كابتن علي اكو بعض الامور ممكن ان تتكلمها، واكو بعض الامور اذا تتكلمها تطلع انه انت خارج المله بصراحه، لان الهجمه اللي دا تصير بالسوشيال ميديا صعبه جدا. انا اقول يعني كابتن فريد وجهه نظره محترمه جدا. زين. يعني انا اقول هذا الامر مال السيد عدنان درجال والمنتخب الوطني والمكتب التنفيذي اكل الدهر علي وشرب، وحتى ملينا والله صار عندنا ملل من هذا الموضوع. فبالتالي كل ما يقال وكل ما يذكر انا حتى يعني حكيت مره مرتين وطلعت اني اسب واشتم ولجنه انضباط، حكيت دافعت قالوا لي انت تدافع لان انت عدنان درجال. بالتالي هذه الامور كابتن علي انا استهلكت وهذا الموضوع انا يعني وصل بيه مرحله مليت من هذا الموضوع. هذا شو مبطل غير منتخبنا عنده استحقاق مهم كابتن الاستحقاق هو يعني انت كثير الظهور وما اعتقد تاثر عليك تعليق او قال لا مو تعليق. انا مو تعليق ياثر بي، انا حكيت كلمه حق تم عرضه الى لجنه انضباط، مو كابتن فريد يدري بكل زين. حكيت كلمه حق، حكيت قلت اين الحلم؟ صار بالحلم. كثير من الامور حكيتها طرحتها. رحت للجنه رحت للجنه الانضباط، رحت وقعدت مع الوالي وشاف الموضوع انه انا ما حكيت ولا سبيت ولا شتمت. من كان المشتكي؟ هو السيد عدنان درجال. عدنان درجال قال انه اشتكى على نص العراق. قاتل عدنان درجال اشتكى على نص العراق. المهم فهذا الموضوع استهلك. هو هسه هو متهم انه من حلفاء درجال. انا طبعا مو كنت من كابتن المستشارين مالته ومن المستشارين مالته، وكنت باللجنه اختيار افضل لاعب، وكثير منهم متقرب يعني فانا ليش تفاجئت؟ اي لا قريب. اي فلعد فريد مجيد شو يسوي؟ انت شو تسوي؟ لا شوف خليني اقول لك شغله. طبعا انا دكتور رياض شهادتي بيه مجروحه، اخو وصديق الله يخليك. يعني ما يحتاج انه، وبالتالي يعني انا من وجهه نظري الشخصيات اللي مثل حضرتك ودكتور رياض زملائك الاعلاميين زملائنا الرياضيين ابدا من نستسلم بهذه الطريقه. اذا عذرا للمفرده، اذا كم سارق او اصحاب مواقع بهذه الطريقه الخسيسه يتعاملون معانا، وانه انا اتكلم دائما بهذا انه مصر انه نتكلم على الاخطاء، يسوون ردود فعل بهذا الاتجاه لاغراض معروفه. نعم